مشاهدينا، النهارده كان عندنا يوم جميل جدا، وطبعا كانت المناقشه فيه مهمه قوي قوي، فكان لازم طبعا ان احنا نختم النهارده لقائنا بلقاء مهم جدا مع استاذ محمود ابو بكر، وهو يقول لنا بقى النهارده ويعرفنا بنفسه باليوم الجميل النهارده. عرفنا بقى حضرتك استاذ محمود. انا محمود ابو بكر، امين الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي في محافظه قنا، وعضو الهيئه العليا والمكتب السياسي للحزب. والندوه النهارده كان يعني الفكره بتاعتها ان احنا بنتكلم عن دور المجتمع الاهلي في حل ازمه العماله في مصر خلال الفتره الحاليه بعد صدور قانون العمل. ودي كانت فكره جاتني نتيجه ان انا حضرت العديد من التكريمات والورش اللي موجوده في احزاب مصريه وكيانات عماليه وكيانات نقابيه، كلهم كانوا بيشيدوا بدور بعض القيادات العماليه اللي هي يعني كلنا نعرفها وناس قيمه وقامه، لكن كلهم كانوا بيتكلموا عن العمالة الأساسية، العمالة المنتظمة اللي موجودة تحت مظلة التأمينات وقانون العمل. مفيش حد تحدث عن العمالة الغير منتظمة وحاول يحل مشاكلهم طبقا للقانون الجديد، أو يضيف تعريف للعمالة الغير منتظمة خلال الفترة الحالية من بعد قانون 148 لسنة 2019. القانون ده كان عامل تعريف شامل للعمالة الغير منتظمة، كان بيشمل 10 فئات، وإحنا في القانون الجديد يعني يمكن تم التنويه إلى فئتين من العمالة، اللي هم العمالة البائع الجائلين وعمالة الجرايد، موزعي الجرايد، ودول يعني أقرب ما يكون هم اللي هيتم الإشارة ليهم في القانون في اللائحة التنفيذية للقانون. احنا هنا اجتمعنا موجودين ممثلين عن المجتمع المدني، وموجودين ممثلين عن 4 أحزاب، حزب العدل وحزب الوعي وحزب المحافظين والمصري الديمقراطي طبعا، اللي تم إقامة الندوة النقاشية دي في مقره، وممثلين عن المجتمع الأهلي، جمعيات أهلية وجمعيات تعاونية، والسادة النواب كانوا موجودين، النائب إيهاب منصور رئيس الهيئة البرلمانية للحزب وعضو لجنة القوى العاملة في مجلس النواب، النائبة سميرة الجزار عضو لجنة الخطة والموازنة، النائبة ريهام عبد النبي عضو لجنة الإدارة المحلية. دول كانوا موجودين ويعني وكانوا بيتابعوا عن كسب. وكان موجود عندنا موجود معانا المهندس بهاء ديمتري أمين محافظة القاهرة. الراجل وهو ومجموعة النواب هيوصلوا إن شاء الله التوصيات اللي خرجنا بيها. احنا خرجنا بتوصيات كتيرة، وبنحاول ان احنا ان شاء الله خلال الفترة اللي جاية نحصر في جروب مجموعة الناس المهتمة بالعمالة الغير منتظمة، ونبدأ معاهم في إخراج توصيات عشان تطلع في اللائحة التنفيذية المقرر خروجها في أول 9 اللي جاي إن شاء الله. إن شاء الله يكون هدف من الأهداف الرئيسية. الناس وسيادة النواب اللي كانوا موجودين وناس تانية كتير النهاردة مهتمة برضو بالعمالة الغير منتظمة. هو بالفعل هم كلهم مهتمين بالعمالة الغير منتظمة، لأن الملف ده ملف شائك، ويمكن احنا يعني بنتبنى في المصري الديمقراطي هنا ان الموضوع يبقى فيه إرادة سياسية، لأن احنا مشكلتنا في حصر العمالة، واحنا بنتطرق للموضوع ده عرضنا ان عندنا مشكلة في حصر العمالة لازم يتوافق عليها العديد من الوزارات. ويمكن كان في تصريح من المستشار مالك عدلي الراجل ان احنا عندنا 4 وزارات سيادية، منهم وزارة اللي هي وزارة الخارجية مش معنية بالامر، عندنا وزارة العدل، عندنا وزارة الداخلية، وعندنا وزارة المالية، هم الاقدر على ان هم يقدموا توصيات مباشرة في ان احنا نقدر نحصر العمالة دي. وبالفعل في من دور العمل الاهلي ان احنا نقدر ناخد منحة من احدى المنظمات زي
الامم المتحده مثلا، او اليونيسيف، او اليو ان دي بي منظمه العمل، او الاي ال او، انا اسف، منظمه العمل الدوليه، نقدر ناخد منحه تكون من شانها عمليه الحصر للعماله الغير منتظمه خلال الفتره اللي جايه. وكمان يعني احنا بنشيد بدور العمل المجتمع المدني او المجتمع الاهلي في ان هو يعني في فتره 2019 لغايه 2021 عدينا بالازمه بتاعه كورونا، في ان هم قدروا يستوعبوا المشكلات اللي موجوده وحصر الناس اللي عندها كورونا وتقديم الخدمات ليهم. هم في نفس الوقت هم اللي يقدروا يحصروا فعلا عدد العماله والناس اللي محتاجه وتستحق فعلا، وهم اللي متواجدين على الارض. يعني لو قلنا احنا يعني من ضمن الحاجات اللي تبناها الجلسه دي ان الاحزاب تطلع بمبادره، انما الاقدر بالفعل على ان هو يعمل العمل ده المجتمع الاهلي. المجتمع الاهلي متمثل في الجمعيات، النقابات، الانديه ومراكز الشباب، الجمعيات التعاونيه، كل المجتمع الاهلي يقدر بالفعل هو اللي يحصر العماله الغير منتظمه ويقدر يحددها، طبعا بالتعاون مع الجهاز المركزي للتعبئه والاحصاء، اللي احنا متوقعين ان شاء الله في 27 يكون عندي تصور كامل بالعماله الغير منتظمه، ويقدر يحدد اوجه الصرف اللي بتتصرف لهم واوجه الدعم اللي تتقدم ليهم. والتوعية يا فندم، لأن عدد كبير جدا من العمالة الغير منتظمة ما عندهمش وعي ولا عارفين هم ليهم إيه وحقهم فين ولا يروحوا فين. أنا والله موضوع التوعية ده يعني أنا بأعول على وزارة زي وزارة العمل إن العمالة الغير منتظمة دي عندهم إدارة كاملة موجودة في الوزارة وموجودة في كافة المحافظات، مسؤولة عن التوعية الخاصة بالعمالة الغير منتظمة وتدريبهم تدريبات تحويلية، يعني حسب الاحتياج. مثلا في منطقة من المناطق العمالة اللي موجودة أو خريجين الدبلومات الفنية ممكن يكونوا في قطاع معين، قطاع تجاري أو قطاع صناعي أو قطاع زراعي، في مناطق بتحتاج للصناعة، عمالة صناعة، فيقدروا يعملوا لهم التدريب التحويلي للقصة دي. بس برضو وزارة العمل ايديها مكتوفة من فترات، لان العدد اللي موجود عنديها من العاملين بيتقلص كل عام عن العام اللي بعده من وقت قرار وقف العمالة، وقف التعيينات. بيقل طبعا. بالاضافه كمان ان هم يقدروا يحصروا كل ده، بالاضافه كمان ما عندهمش الامكانيه ان هم يقدروا يحصروا العماله. بس احنا بنعول برضو ان هو ممكن يبقى في تعاون ما بين وزاره القوى العامله وما بين المجتمع الاهلي في ان الندوات والافكار اللي يتم طرحها تبقى عن طريق المجتمع الاهلي. وبرضو بنعول على حضراتكم الميديا والسوشيال ميديا والقنوات التلفزيونيه طبعاً. ان هي برضو تطلع ببرامج توعويه. يعني انا بفتكر في الثمانينات مثلا موضوع الميه، لما كان حصلت ازمه في الميه وزاره الري نزلت بالاعلانات الميه اقفل الحنفيه مش عارف ايه، وحاجات كتير يا فندم في الوقت الحالي. وزاره الماليه والضرائب حد بيعوزوا توعيه فعلا بنلاقي بالفعل. طب ايه المانع ان احنا نوعي الناس عن طريق الاعلام؟ والله انا بقول لحضرتك على السوشيال ميديا 24 ساعه. يعني انا بقول لحضرتك ان شاء الله المبادره دي هي تبنوها الاربع احزاب والمجتمع المدني. احنا هنتواصل مع الجمعيات الكبيره اللي موجوده معانا. كان النهارده المستشار محمد خطاب ممثل عن جمعيه شباب مصر، الراجل برضو هيقدر ان شاء الله يعني نتواصل مع التضامن الاجتماعي ان هو يكون في برامج توعويه من التضامن الاجتماعي. النائب ايهاب منصور هيقدم توصيات للقوى العامله ان هي تبدا عمليه التدريب التحويلي وعمليه الحصر، في ان هم ينزلوا اعلانات من خلال الحساب اللي هو يخص العماله الغير منتظمه، ان هو يتم توعيتهم ان هم ليهم حقوق وليهم التزامات معينه. ده يعني ارجو ان احنا نكون النهارده وصلنا لتوصيات معينه، يمكن 4 أو 5 توصيات ان شاء الله
هنطرح برضو يعني يمكن مع مجموعة الشباب هنا عندنا في المصري الديمقراطي هنبدأ نعمل جلسات عشان إذا كنا ننطلق بصفحة على السوشيال ميديا تضم مجموعة الأحزاب الأربعة وشباب الأحزاب دول، فإن احنا نقوم بعملية التوعية وتعريف المواطن جدا. فان شاء الله تكون بدرة خير وتكون بداية خير ان شاء الله. احنا بنشكر حضرتك جدا استاذ محمود، شكرا على مجهودك وعلى رعايتك فعلا للناس. والعمالة الغير منتظمة دي فعلا حاجة مهمة جدا، لان في كل بيت فيها عمالة غير منتظمة. احنا النهارده في الحزب يعني المناخ الديمقراطي، يعني عندنا استاذ فريد زهران رئيس الحزب واستاذ خالد راشد، هم بيعتذروا النهارده لان كان في ارتباطات واستاذ فريد كان مريض النهارده فما كانش متاح. يعني بيتاح لينا ان احنا نعمل فعاليات. يعني انا جاي من محافظه قنا، اقدر ان انا اعمل فعاليه على مستوى مركزي في مقر الحزب الرئيسي. بالإضافة كمان الدعم اللي لقيتيه حضرتك من السادة النواب إن هم بالرغم ارتباطاتهم وحضروا طبعا وكانوا جموا يدعموا الحدث نفسه. بالإضافة إن الموضوع ده مش يهمني أنا كمحمود ولا مجموعة الشباب اللي موجودين في الحزب ولا أمناء الأمانات، لا ده يهم المواطن المصري. وإحنا إن شاء الله يعني خلال الفترة اللي جاية نبدأ نقدم الحلول المنطقية والمعقولة بالنسبة للوضع اللي احنا فيه. يعني الحكومة يعني بتحتاج تكاتف الأيدي مع الأحزاب ومع المجتمع الأهلي، وده إن شاء الله يكون موجود معنا بإذن الله. احنا بنشكر حضرتك جدا أستاذ محمود، شكرا يا فندم، شكرا لحضرتك، شكرا.